خبروا تبون قولوا له باللي الجيش تاع حفتر راه وصل لغدامس، مش طرابلس. طرابلس راه فاتها راه. يا اخي كنتوا تقولوا لنا باللي طرابلس خط احمر، كنا نسمعوا باللي طرابلس خط احمر، سمعناه العالم كله سمعه. رئيس تبون قال طرابلس خط احمر، يوصل طرابلس راني رافد حجره، راني رافد حجره، واللي يخرج الصف ولا يتقرب لطرابلس نفجخ راسه. حفتر راه وصل لغدامس، حفتر وصل الى غدامس. كنا نقولوا طرابلس خط احمر، ولينا الان وصلنا لغدامس ورانا ساكتين. غدوه نوصلوا للدبداب ونسكتوا. قوات حفتر غدوه كي نلقاوها في دبداب الدور نقولوا الجزائر العاصمه خط احمر. وشني كنا نقولوا طرابلس خط احمر سي تبون، وكان في غدامس. ما هو موقف الجزائر؟ ما كاش حتى بيان، ما كاش حتى بيان من الخارجيه قال ماذا يحدث، ماذا يحدث. هذا كما يقول لك الاستفزاز الليبي هذا اللي يقول لك لاستتباب الوضع الامني في شنو الوضع الامني؟ وراك نشوف شنو عندنا احنا مشاكل في على حدودنا مع ليبيا، شنو عندنا مشاكل مع حدودنا مع ليبيا؟ ما عندناش. اذا هذا التجييش تحت حمايه روسيا وتحت انظار تركيا وتحت مخابرات مصر واعين الامارات، وش هذه الامور هي تصرى وحنا كي نطرش في الزفه؟ ماذا يحدث؟